أهلا بيك في أول فيديو في القناة. فيديو هايف بقى بيتكلم عن الخوف من المستقبل. في الواقع الفيديو ده معمول ليا قبل ما يكون ليك، لأن أنا في الوقت الحالي يعني في بعض الحاجات اللي بمر بيها ومخلاني عندي بعض القلق من المستقبل. فقلت أعمل الفيديو ده بحيث لو حد عنده نفس الحاجة يمكن يفرق معاه، وفي نفس الوقت أنا أخد بالي من الكلام اللي هقوله دلوقتي. في الواقع الخوف من المستقبل مش هيحل لك حاجة وما بيعملش حاجة إن هو بيزود توترك. يعني أنت سواء خُفت أو لأ، المستقبل كده، كده مكتوب لك وهييجي زي ما هو مكتوب لك، فإنك تخاف منّه مش هيغيّر لك المستقبل، بالعكس ومش عارف تستمتع باللحظة اللي أنت فيها، وده عن تجربة. يعني أنت لا أنت عارف تستمتع باللي أنت فيه، ولا أنت مرتاح من اللي جاي، ولا أنت فاهم أنت بتعمل إيه والّا رايح فين ولا أي حاجة. عشان كده الخوف من المستقبل بجد شيء مُدمِّر. يعني أنت بتدمّر نَفْسك. يعني أنت تقبّل الواقع وعيش في اللحظة اللي أنت فيها، في النهارده، في الدقيقة اللي أنت بتشوف فيها الفيديو ده بس. أمّا إنّك تقعد تركّز في السنة الجاية وال10 سنين الجايين، طَب افرض حصل كذا، طَب افرض سقطت في الامتحان، طَب افرض ما اتقبلتش في الشغلانة، ما بتعملش أي حاجة غير إن أنت بتزوّد قلقك على الفاضي. وفي الآخر، في الآخر لو أنت قُلت افرض ما نجحتش في الامتحان والّا افرض ما نجحتش في الشيء الفلاني، مش هييجي لك حاجة تقول لك خلاص أنت هتنجح عشان أنت قُلت كده. لأ، لو أنت مكتوب لك تنجح هتنجح كده، كده، ولو مكتوب لك تفشل هتفشل. وفي الواقع الشيء اللي مكتوب لك ده هو أفضل شيء ليك، فأنت تقبّله زي ما هو. يعني هي من ناحية دينية ربنا لو شُفت الآيات القرآنية وكل الحاجات دي، إن الحاجات اللي بتحصل لك هي في الواقع أحسن حاجة ممكن تحصل. بس كده. أشوفك الفيديو الجاي. سلام.